تجري به ما يجري القرية على لساني. طيب أستاذ حازم، دعوت للاعتصام في ميدان التحرير ومواصلة الاعتصام بعد تظاهرة الجمعة، في حين انفضت قوى أخرى لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والوصول إلى صلاحيات شاملة لرئيس الجمهورية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف سيدي، احنا لازم نختار، وأنا الحقيقة أنتقد اختيارات فصائل وجماعات وأحزاب وائتلافات سياسية كثيرة. هو إحنا بنمارس أعمال رمزية، بنمارس فعاليات رمزية، ولا بنمارس فعاليات حقيقية لإحداث تغيير؟ ده قرار، يعني ده قرار يتخذ، إن واحد ياخد قرار أنا عايز أغير ولا أنا بأظهر احتجاج. 25 يناير كانت ميزتها الكبيرة أنها كانت قرار شعب بأنه لن يغادر الميدان إلا إذا حدث التغيير والتحول. مش هنمشي، هو يمشي. ما يأتي بعده ما لم يكن بهذه الصورة تضيع الأمور. إحنا الآن أمام كارثة تاريخية، وأنا مش عارف إزاي الناس مش حاسة بكده. الإعلان الدستوري اللي صدر أخيرا، المكمل اللي سموه الإعلان الدستوري ده، المصيبة الكبيرة فيه أنه تحول تاريخي لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، يعني لم يحدث أبدا، وهو نقل الجماعة بتوع القانون الدستوري، الدستوريين وأنا رجل قانون، يعرفون أن في حاجة اسمها سلطة السيادة. سلطة السيادة في مصر زي بقية شعوب العالم طول العمر للشعب، زي بقية شعوب. لأول مرة في التاريخ المصري الحديث كله سلطة السيادة تسرق وتغصب وتنقل من الشعب إلى المجلس العسكري، المجلس العسكري وبتشكيله الحالي ومتناغما مع المحكمة الدستورية. قل لي بقى يا أستاذ، كيف يقبل شعب بنقل سلطة السيادة؟ اللي حصل إن كان بدأ اعتصام بالفعل في ميدان التحرير، والحقيقة ان احنا كنا في غمرة الناس، كنا مع الناس. فوجئنا بانهم في يوم من الايام قالوا خلاص احنا بنعلق وبنمشي. تعلق وتمشي الموضوع علشان ايه؟ لغاية يوم 10، هو يوم 10 هيحصل ايه؟ لذلك انا الحقيقة حزين من حكاية ان المسألة تبقى تظهر كما لو كانت تمثيلية، كما لو كانت خلق الاحباط عند الناس، انه احتشد تفرق، احتشد تفرق، مرة واثنين وثلاثة. انت عارف حضرتك لما صدر حكم إدانة حسني مبارك الناس نزلت الميدان شوية، يوم ولا اتنين خلاص روحوا، فالواحد يقول ما فيش فايدة. بعد شوية حل مجلس الشعب، الناس ملأت الميدان، شوية تفرقت. بعد شوية قانون العزل السياسي وسمح للدكتور شفيق بالخوض الانتخابات، الناس نزلوا بعدين تفرقوا. تتعلم الشعوب الإحباط انه خلاص ما عادش فيه فايدة. إذا كان هذا هو المقصود علينا أن نسلك السبيل، إن لا، نحن نريد أن نحدث التغيير. التغيير إن إحنا مش هنقبل إنه الإعلان الدستوري يفضل موجود، والمسألة مش مؤجلة ولا مرجئة ولا على التراخي، ومحدش في الدنيا يقول إن وزير دفاع مصر لا يختار شعب مصر. فهي الاعتصام والنزول إلى ميدان التحرير وفي واقع الأمر كان إدراك إحنا مش عارفين هنفشل ولا هننجح. وشوف أنا قدمت هنفشل قبل هننجح ليه؟ عشان أقول إن ده مش عنصر، إحنا بنعمل اللي علينا، إحنا بننادي الناس. وبالعكس أنا قلت للإخوان المسلمين، قلت للدكتور مرسي، قلت لكده إنه ممارسة الصراع بسلوكيات وأدوات المعركة القانونية، يبقى أنا مش فاهم أنا بعمل إيه. طيب يا شيخ حازم، يعني أنت وصفت الإعلان الدستوري المكمل بأنه كارثة تاريخية خطيرة، وهناك من وصفه بالانقلاب الناعم، وهناك من وصفه باللفظ أخطر من ذلك وهو الفجور. أنا قلت عنه إنه الإعلان الدستوري الفاجر، وأسميته احتلالا لشعب مصر، إنه لأول مرة يصبح العسكر آلة وإن كانوا مصريين، إنما يصبحوا جهة احتلال. طيب هذا في حين أن المجلس العسكري يعني علل هذا الإعلان الدستوري المكمل بأنه كان ضرورة هذه المرحلة الانتقالية لمصلحة الوطن، فيما يصفه أيضا بعض القانونيين بأنه مستند إلى قرار أو إلى قوانين وإلى مواد دستورية. فماذا في ذلك إذن؟ لا، المجلس العسكري بصفته إيه يقول كده؟ بصفته مين؟ بصفته شعب مصر؟
يعني هيفرض رؤيته ونظرته على الشعب المصري. وبعدين حالة ضرورة، انت عارف حضرتك المحكمة الدستورية مع الأسف المؤسفة الموجودة عملت 7 حاجات في يومين علشان تخلق للمجلس العسكري فرصة إصدار الإعلان الدستوري. أولا قبل اليومين نظرت القضية سريعا جدا، اللي بتنظرها في سنين نظرتها سريعا جدا. نمرة 2 في جلسة واحدة بدأت وخلصت وحكمت. نمرة 3 طبعت الحكم ووقعته وبعتته للمطابع الأميرية في نفس اليوم. نمرة 4 استدعت إصدار عدد استثنائي من الجريدة الرسمية عشان يصدر في نفس اليوم. نمرة 5 المشير طنطاوي طلع قرار تعيين الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية قبل 20 يوم من انتهاء مدة اللي موجود قبله، فبقى رئيس المحكمة الحالي فاروق سلطان موجود، وبعد 20 يوم لما هيجي الوقت علشان مش رئيس الجمهورية اللي يعينه، المشير طنطاوي يعينه. كل ده ليه؟ تعرف لو كل ده كان معمول علشان نجنب الوطن فتنة مثلا، نقول والله كتر خيرهم خالفوا الأعراف والتقاليد والقيم والأساليب والقواعد علشان يجنبوا الوطن مشكلة. إنما ده علشان يخلقوا مصيبة ومحنة في الوطن، تقول تخلي المشير طنطاوي يقول يا خبر أبيض ده احنا خلاص يروح مطلع الإعلان الدستوري. فإحنا المجلس العسكري ليس وصيا على شعب مصر، ولا يستطيع، ملوش المكنة، ما عندوش الاختصاص، ما فيش نص بيقول له كل ما يتحل مجلس الشعب ترجع لك سلطة التشريع، ما فيش نص بكده. وبالتالي ما حدش يقول لي ان كانت ضرورة. ليه بقى؟ لانه افرض ضرورة وانا مش لاقي الجهة اودي لها سلطة التشريع، ما فيش في مصر دي كلها غير المجلس العسكري. ما فيش عندي ده مجلس القضاء الاعلى، ما فيش عندي مجلس الشورى المنتخب، ما فيش عندي حتى مجلس الشعب اللي منحل ولكن بصفته اخر هيئة منتخبة. ما عادش فيه في مصريين كلهم حد يحط سلطة التشريع والموازنة العامة إلا المجلس العسكري. خلاص كلنا ما فيش. فضلا عن أنه الإعلان الدستوري ما تضمنش الضرورات بس، ده تضمن زيادة عن الضرورات، تضمن حاجات من ضمنها، ودي مصيبة كبيرة، أنه يا شعب مصر يا 85 مليون ولا 90 مليون، أنا هحول بينكم وبين أنكم تستفتوا نفسكم على اللي أنتوا عايزينه. لو الشعب أجمع على أنه يستفتى على جزء معين من الدستور، هو يقدر يقول لا، ممنوع الشعب ياخد رأي بعضه في الموضوع ده. دي مصيبة. طيب